السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كشف مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد عن التشكيلة الأساسية الخاصة بمواجهة وولفورد على أرضية ملعب مورين بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز. وكما توقعنا لقد جرى استبعاد النجم المغربي حكيم زياش على غرار المباريات الماضية في استمرار لمحنته مع الفريق الأزرق رغم عودة فرانك لامبارد، حيث أوضحت صحيفة ديل ميل أن قرار المدير الفني لنادي البلوز بوتر بإقحام زياش أساسيا أمام توتنهام منتصف فبراير الماضي في الدوري الممتاز تسبب في غضب للمالك الأمريكي الجديد نود بوعلي، حيث كانت هذه هي النقطة التي أفاضت الكأس وكانت من أبرز أسباب بداية التوتر في العلاقة بالمدرب. ولم يظهر اللاعب أساسيا منذ تلك المباراة، علما أن زياش تشاجر في تلك المباراة مع لاعب الخصم البرازيلي إيميرسون رويال ونال البطاقة الحمراء قبل أن تنقذه تقنية الفار إثر مراجعة الحكم للقطة. أما بالنسبة للملياردير القطري ناصر الخليفي فقد عبر عن رغبته في التوقيع للدولي المغربي حكيم زياش المحترف بنادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وحسب تقارير إعلامية فرنسية فإن رجل أعمال القطري ناصر الخليفي خصص مبلغ مالي مهم قيمته 50 مليون أورو من أجل الظفر بخدمات النجم المغربي حكيم زياش، رغم أن قيمته المالية لا تتعدى 18 مليون أورو حسب موقع ترانسفير ماركت، وذلك من أجل إغراء إدارة تشيلسي لتسريحه خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وفي سياق متصل كان اللاعب الشاب حكيم زياش قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للتوقيع في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن إدارة الفريق الحالي تشيلسي تأخرت في إرسال الملف الطبي الخاص باللاعب المغربي للفريق الباريسي لغاية في نفس يعقوب، وهو الأمر الذي أجهض هذه الصفقة. يشار إلى أن اللاعب حكيم زياش كان قد وقع في كشوفات نادي تشيلسي الإنجليزي صيف سنة 2020 الماضية بعقد يمتد ل5 مواسم كروية قادمة، حيث قدم إليه من فريقه السابق أجاكس أمستردام الهولندي، حيث جدد مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم برئاسة الملياردير القطري ناصر الخليفي رغبته القوية في التوقيع للاعب المغربي حكيم زياش والمحترف بنادي تشيلسي الإنجليزي. كما أكدت بعض المصادر الصحفية البريطانية يوم الاثنين أن الدولي المغربي حكيم زياش كان من أهم الأسباب التي أدت إلى إقالة المدرب الإنجليزي غراهام بوتر من تدريب تشيلسي، وجرى استبعاد النجم المغربي على غرار المباريات الماضية في استمرار لمحنته مع الفريق البلوز الأزرق رغم عودة فرانك لامبارد. غياب زياش عن اللائحة يؤكد فعلا أن قرار إبعاده من خوض المباريات بل تهميشه بالمرة صادر عن ملاك نادي تشيلسي، ويؤكد أن إقالة المدرب غراهام بوتر كان بسبب زياش بعد أن أشركه في مباراة توتنهام. إذن لا تنسوا الاشتراك في القناة وبالتوفيق إن شاء الله.